السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، والاحوال ديالكم طيبه ان شاء الله يا ربي. قبل ما نبدا معكم الفيديو ديال اليوم بغيت نشكر الناس اللي كتفاعل معايا بلي جيم. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي كنقول لكم ديروا ابوني، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولا عجبكم الفيديو ديالي ديروا لي جيم، خليو لي كومنتات زوينه باش تحفزني انني نبقى نحط لكم الجديد ان شاء الله يا ربي. البنات اليوم غادي نهضر لكم على هذا الماسك ديال الترادو، الصراحه اللي غزال بزاف. شفت انه اكثر مبيعا، قلت علاش لا ما نجربوش. شفت البنات كيديوه بزاف، كيتمشى لنا يوميا ان كياخذوه، وقلت علاش لا ما نجربوش حتى انا شعري جاف بزاف، ومع في الصيف شعري كيتهلك، راكم عارفين الدوش يوميا. سيشوار البلاك راه كيخرج على الشعر. قلت علاش لا ما نجربش هذا الماسك. قلت غادي نجربه، وإلا عطاني النتيجه في الشعر ديالي غادي نجي نشارككم مع البنات. وصراحه ما ندمتش حيت جربته، صراحه اللي زوين بزاف. اول حاجه البنات غادي نعطيكم الفوائد ديالو، من بعد غادي نقول لكم الطريقه كيفاش غادي تستعملوه. راه كاين انا كندير جوج طريقات واللي زوينه بزاف، وكل وحده والطريقه ديالها، وكل وحده فاش غادي ترتاح. المهم النتيجه وحده. قبل ما غادي نهضر لكم على الطريقه غادي نهضر لكم على الفوائد ديالو. اول حاجه البنات انه كيرطب لك الشعر بزاف وكيغديه، وما كتبقاش الزغبه ديال شعرك ناشفه. صراحه كيخلي لك الشعر ديالك رطب بزاف، والزغبه ما كتبقاش شاحته ورطيبه. وزيد على ذلك واحد الريحه كيخلي لك في الشعر ديالك راه واعره. عرفتوا الريحه ديال زبده الشيا مع البنان، راه واحد المزيج زوين بزاف. واحد الريحه واعره. تاني حاجه البنات كيعطيك واحد اللمعان في الشعر ديالك، راه غزال بزاف. وزيد على ذلك كيف قلت لكم واحد الريحه في الشعر ديالكم راه واعره كتبقى لكم على، عرفتوا راه كتشم في الشعر ديالكم الريحه. يا سلام، ما غاديش نقول لكم حتى تجربوه وغادي تشوفوا بنفسكم. صراحه زوين بزاف، وكنصحكم انكم تاخذوه، ما غاديش تندموا على التجربه ديالكم معاه. وثالث حاجه البنات انه خالي من السيليكون، ما فيش سيليكون. والمصايب كيف قلت لكم بزبده الشيا والبنان، راه زوين بزاف. كعارفين البنان انه كيغذي الشعر، زبده الشيا كتغذي الشعر، كتخلي الشعر انه يكون رطب، الزغبه ما كتبقاش ناشفه. صراحه غزال بزاف، كنصحكم انكم تاخذوه وما غاديش تندموا. كيف قلت لكم هو البنات راه الدور ديالو انه كيغذي الشعر، كيغذي وكيخلي لك الزغبه ديال شعرك زوينه. اما بالنسبه انه واش كيقوي الشعر ولا لا، الصراحه ما عارفاش انه كيقوي الشعر. اللي عارفه انه كيغذي الشعر، ولكن على حسب كل وحده والزغبه ديال شعرها، كل وحده التجربه ديالها. اللي معروف انه كيغذي لك الشعر وكيخلي لك الشعر ديالك رطيب. بصراحه زوين بزاف البنات، كنصحكم انكم تاخذوه. وراه فيه بزاف، في هذا ديال البنان صالح البنات اللي شعرهم جاف ومجعد. كاين البنات اللي كاين ديال بزاف، فيه كاين ديال الكو، كاين بزاف البنات اللي عندهم شعر كيرلي، كاين ديال الشعر الدهني، ديال الشعر بزاف. يعني كل مره غادي نهضر لكم على حاجه. المهم انا اليوم جيت نشارك معكم التجربه ديالي مع هذا ديال البنان. دابا ندوزو البنات الطريقه الاولى انكم كتاخذوا شي زيت قبل ما تغسلوا شعركم. شي زيت كدهنوا به الاطراف ديال الشعر ديالكم، من بعد كديري هذا الماسك وكتخليه واحد المده ديال ساعه هكا قبل ما تدوشي. خليه يشرب الشعر ديالك داك الماسك، ومن بعد عاد كتغسلي شعرك بالشامبون وتغسليه عادي. الطريقه الثانيه البنات هي انك حتى كتغسلي شعرك بالشامبون ديالك، وعاد كديري هذا الماسك وكتخليه واحد المده ديال هكا 10 دقائق على حسب الوقت اللي عندك نتيا، وعاد كتغسليه ومن بعد كتنشفي شعرك. صراحه هاد الطريقه بجوج هاد الطريقات زوينين. وكاين اللي كيدير حتى الطريقه الثالثه، شفت البنات كيديروهم، وعلى التجربه اللي كيقولوا لي البنات كاين اللي حتى كتخرج من الدوش، كتنشف واحد شويه شعرها هكا، وكديروا في الاطراف ديال شعرها، كديروا في الاطراف ديال الشعر ديالها، وكتنشف بالسشوار يكون بارد.
على حساب كل وحده، ولكن انا من الاحسن كنصح انه يتغسل، اما ديريه قبل بشي ساعه قبل ما تدخلي للدوش، ولا الا ما كانش عندك الوقت انك حتى تغسلي بالشامبون ديالك وديريه واحد المده ديال 10 دقائق ولا على حسب الوقت اللي عندك نتيا وغسليه. انا نوريكم كيف داير من الداخل. هانتوما عرفتوا واحد الريحه طلعت يا سلام ريحته زوينه بزاف، عرفتوا منعشه. الريحه ديال زبده الشيا مع الموز كتعطي واحد المزيج زوين بزاف، عرفتوا واحد الريحه. شوفوا كيجي هكا كريمي، هانتوما شوفوا الشكل ديالو كريمي صراحه زوين، وفيه بزاف انك تستعمليه بزاف ديال المرات. هانتوما كي كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. المهم انا البنات راني نقول لكم ديروا غير في الاطراف ديال الشعر ديالكم، النصيحه لانكم تبقاو اي ماسك تقدروا غير في الاطراف ديال الشعر ديالكم، ما ديروش في الفروه ديال الراس ديالكم كما بغى يكون الماسك اللي كتستعملوا، ديروه غير في الاطراف. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. انا اليوم جيت شاركت معكم التجربه ديالي مع هذا الماسك ديال التخادو، نتمنى ان شاء الله تستافدوا، واللي مجربه وديجا مستعملاه تخلي لي كومونتير وتشارك معايا التجربه ديالها. البنات اللي اول مره غادي يستعملوه عاوتاني كذلك، نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم. البنات اللي ما كيشوفوا اول مره القناه ديالي ما تنساونيش بجيم بكومونتير بتفعيل الجرس بابوني باش يبقى يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا على المتابعه والى اللقاء ان شاء الله.